اهلا بيك يا صديقي. لو سالنا مجموعه عشوائيه من الناس يعرفوا ايه عن المقاومه الشعبيه اللي كانت ضد الاحتلال الانجليزي في السويس، في الغالب مش هتلاقي عدد كبير يعرف عنها حاجه، او ممكن مثلا شويه معلومات بسيطه من الموجوده في الكتب التعليميه. طب لو سالنا نفس المجموعه تعرفوا ايه عن الشيخ حافظ سلامه شيخ المقاومه الشعبيه، غالبا هتسمع صوت صرصور الحقل. ولكن ده مش مجرد صدفه ولا حاجه، ده مقصود فعلا. انك تكون جاهل بتاريخ بلدك وامتك وتكون ما تعرفش اي حاجه عن ابطالك الحقيقيين اللي لازم تقتدي بيهم. في الحلقه دي ان شاء الله هنعرف قصه جديده عن بطل من الابطال، بطل عاش حياته كلها في كفاح ونضال، وكان دايما ليه السبب في المساعده والتضحيه. بطل لولاه كان زمان خريطه مصر والوطن العربي مختلفه تماما عن الوقت الحالي. قصتنا النهارده عن شيخ المقاومه الشعبيه الشيخ حافظ سلامه. في السادس من ديسمبر سنة 1925 في محافظة السويس اتولد الطفل حافظ سلامة لأسرة ميسورة الحال بتشتغل في القماش، وده كان في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر. وزي ما وضحنا الحلقة اللي فاتت إن المصريين في فترة الاحتلال كان عندهم الدافع والرغبة الشديدة في النضال ضد المحتل عشان يحرروا أرضهم منه، وده فعلا اللي اتربى عليه الطفل حافظ، وخصوصا إنه نشأ في مدينة السويس اللي كانت دايما في كفاح مع المحتلين اللي جم مصر في التاريخ الحديث. التحق الطفل حافظ سلامة بالتعليم الأزهري وحفظ القرآن الكريم كامل وهو في سن صغير، وفي مراحل عمره المتقدمه كان بيشتغل واعظ في الازهر الشريف، وفضل يترقى في المناصب لحد ما وصل ان هو بقى مستشار شيخ الازهر لشؤون المعاهد الازهريه سنه 1978. الشيخ حافظ سلامه كان طول عمره بيشتغل في العمل الخيري وبيوفر المساعدات للمحتاجين بالاخص في الكوارث والازمات، وده سواء كان في مصر او خارج مصر. وكان ليه دور دعوي كبير في مدينه السويس، وخصوصا امامته ودروسه في مسجد الشهداء اللي كان دايما شاهد على نضال اهل السويس. تاريخ الشيخ حافظ سلامه مليان بالحكايات والبطولات. في البدايه لما رفض يهاجر مع اهله للقاهره في فتره التهجير اللي حصلت في السويس، وفضل انه يفضل موجود علشان يدير تجاره اسرته. بدايته الفعليه في الكفاح الشعبي وهو عمره 19 سنه، لما كان بيوفر مبالغ ماليه من مصروفه الخاص عشان يموت بيها رجاله المقاومه. وكان ليه دور كبير في عمليات الدفاع المدني اللي كان دورها تساعد الجرحى والمصابين وتمد النازحين والمتضررين بالاكل والشرب. الشيخ حافظ سلامه دوره ما وقفش عند النضال والكفاح في مدينه السويس، بل كان بيحاول يساعد المناضلين ضد الاحتلال في فلسطين. فكان بيوفر حجاره الولاعات علشان يستخدموها في صناعه القنابل اليدويه، وكان بيشحنها عن طريق قطر السويس القدس. واستمر الموضوع ده لحد ما اتقبض عليه في مره من المرات واتحكم عليه بالسجن لمده 6 شهور. وبعد كده دور الشيخ حافظ سلامه كبر اكتر واكتر، قدر يشكل هو ومجموعه من اهل السويس فرقه من الفدائيين كانت مهمتهم الرئيسيه هي مهاجمه القوات الانجليزيه اللي موجوده على حدود المدينه، والاستيلاء على كل ما يمكن الحصول عليه من اسلحه وذخيره، وبيتم دعم الفدائيين في فلسطين بيها. كان الدور الكبير للشيخ حافظ سلامه اثناء حرب اكتوبر، واللي بسببه قدرنا نحافظ على انتصارنا ونخرج العدو المحتل من ارضنا. دور الشيخ حافظ سلامه في حرب اكتوبر كان مهم جدا، من بدايه تعاونه مع الجيش المصري وتشكيل بعثات ولجان وعظ من كبار العلماء زي الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الازهر وقتها، والشيخ محمد الغزالي والشيخ حسن مأمون. والبعثات دي كان ليها دور كبير جدا في الشحن المعنوي للجنود واعداد الجنود نفسيا وتشجيعهم على الدخول في الحرب، حتى ان القيادات العليا في القوات المسلحه بدات تعمم الموضوع ده في جميع وحدات الجيش كنوع من التحفيز والاستعداد للحرب. اللواء عبد المنعم وصال قائد الجيش الثالث الميداني في حرب اكتوبر قال بالنص كده: الشيخ حافظ سلامه كان صاحب الفضل الاول في رفع الروح المعنويه للجنود على الجبهه، بل كان الجميع يعدونه ابا روحيا في تلك الايام العصيبه. المحطه الاكبر بقى في حياه الشيخ حافظ سلامه هي قيادته للمقاومه الشعبيه في السويس ضد القوات الاسرائيليه في الفتره من 22 ل 28 اكتوبر، لما حصلت ثغره الدفرسوار المعروفه، واللي قدر فيها جيش الاحتلال ان هو يتسلل لغرب قناه السويس بهدف ان هو يحاصر الجيش الثالث الميداني. وقتها صعد الشيخ حافظ سلامه على منبر مسجد الشهداء في السويس علشان يعلن بدء حركه المقاومه والكفاح الشعبي. وقتها اهل السويس الابطال ومعهم جنود من الجيش المصري قدروا ان هم يصدوا العدوان ويكلفوا العدو بتكاليف كبيره جدا. اسرائيل وقتها خسرت 76 دبابه ومدرعه، ده غير طبعا عدد كبير من الجنود، وده خلى جيش الاحتلال يتراجع ويقبل بوقف اطلاق النار. تخيل لو ما كانش موقف الشيخ حافظ سلامه ده حصل وقدرت قوات الاحتلال تتوغل اكتر غرب قناه السويس، كان هيكون حالنا ايه دلوقتي؟ الشيخ حافظ سلامه فضل طول عمره يناضل ويجاهد حتى مع تقدمه في العمر، منها مثلا سفره لافغانستان علشان يحارب ويناضل ضد العدوان السوفيتي، ده طبعا غير دوره الكبير ومشاركته في ثوره 25 يناير، وسفره لليبيا علشان يقدم مساعدات وقت الثوره هناك. وفضل الشيخ المسن يقدم الدعم للناس الصغير منهم قبل الكبير. وفي يوم الاثنين 26 ابريل سنه 2021 اتوفى الشيخ حافظ سلامه داخل مستشفى الدمرداش بمحافظه القاهره بعد نوبه مرض شديده، وكان عمره وقتها بلغ اكتر من 95 سنه، قضى اغلبها في الجهاد وفي النضال. الشيخ حافظ سلامه مات وساب وراه اثر كبير جدا، ده غير تاريخ مش هينساه الشعب المصري والعربي، وسيره طيبه وخير كتير جدا يشهد بيه كل الناس، وخاصه اهله وناسه في مدينه السويس، علشان يخلد اسمه وسط الابطال الاسطوريين اللي صعب يجي زيهم تاني. هنا كانت نهايه حلقتنا النهارده، لكن لسه في ابطال كتير هنتعرف عليهم ان شاء الله الحلقات اللي جايه. واكيد لو في بطل معين حابين ان احنا نتكلم عنه تقدروا تكتبوا لنا اسمه وتشاركونا معلومات عنه في التعليقات. سلام.